السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عزة من قناة بيتي حياتي. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم الشطة الزيت ودقة الكشري. طبعا انا عملت لكم الكشري قبل كده في فيديو، هنزل لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف للي ما شافوش، وهكمل معاكم النهاردة بس الدقة والشطة. الشطة الزيت ديت هنحتاج لها معلقتين زيت. انا حاطه معلقتين زيت اهوت من بتاع البصل اللي انا حمرت فيه البصل، هيسخنوا وهننزل عليهم بمعلقتين الشطة. طبعا كده الزيت سخن اهوت، هنحط عليه معلقتين شطة وهنقلبهم شوية طبعا عشان الزيت ما يتحرقش. هنحط عليه معلقتين مية. زي ما انتم شايفين كده اللون. بعد كده هننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الصلصة اللي احنا عاملينها للكشري. كده خلاص اهي، اول ما تبدأ تغلي كده هنرفعها من على البوتاجاز، وبكده معانا احلى دقة زيت، شطة زيت زي بتاعة المحلات بالظبط. تاني حاجة اهو هنعمل الدقة. هنحط برضو معلقتين زيت، انا حاطه معلقتين زيت من بتوع البصل برضو، ومعاهم معلقة توم كبيرة مفرومة. هنحطهم على البوتاجاز بس مجرد ان ريحتهم تطلع. مجرد ما ريحة التوم بس هي اللي تطلع، مش عايزاه يتحمر ولا عايزة فيه اي لون ولا عايزة اي حاجة خالص، عايزة ريحة التوم بس تطلع. بس كده هنروح طشينها بخل كتير. ونحط عليها معلقة صلصة من بتاعة الكشري برضو اللي احنا عاملينها عشان تديها لون بس. ونحط مية طبعا عشان الخل ما يبقاش مزز قوي، فهنحط شوية مية. واهم حاجة بقى البهارات دي، كمون كتير وكزبرة ناشفة وفلفل اسمر وسنة شطة. هندوبهم كويس كده. ممكن نحط برضو سنة ملح. وبعدين نحط عصرة ليمونة قبل ما نطفي على طول. هنسيبها بس تغلي غلوة واحدة. وهتاكلي احلى دقة مع الكشري. كده غليت اهي خلاص، هنطفي عليها. وبعد ما نطفي نحط عصرة ليمونة. بألف هنا وشفا. زي ما انتوا شفتوا كده يا حبايب قلبي، خلاص ادي الدقة بتاعت الكشري، وادي الشطة الزيت. يا رب تعجبكم. طبعا لو عجبتكم ولسه ما اشتركتيش في القناة، يلا اشتركي في القناة. هسيب لكم طبعا رابط الكشري اللي انا عملته قبل كده في صندوق الوصف تشوفوه. وما تنسوش طبعا اللايك والشير والكومنت.
واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.